الارق دلوقتي ما عادش على قد انت مش عارف تنام بس، لا يا باشا، ده عاد سبب في طلاق وضعف اقتصاد وناس بتموت. ما تيجي نشوف اصل الحكايه. اول واحد اتكلم عن الارق كان ارسطو، وده كان سنه 350 قبل الميلاد. كتب رساله كامله اسمها النوم واليقظه، وفيها سأل سؤال: ليه في ناس مش قادره تنام؟ بعدها بفتره كده حوالي 350 سنه كتب اول طبيب يوناني وصفه لعلاج الارق، كتب الافيون. استنى يا مجنون، كان قنصل روماني اسمه ماركوس، والله ما عارف انطق اسمه، هو ده. اما ابن سينا كتب في كتاب القانون في الطب ان الارق مرتبط بحراره الدماغ واضطراب المزاج، وده اقرب حاجه للي العلم وصل لها دلوقتي. قبل الثوره الصناعيه كان جد وجدك بيناموا طول الليل ويصحوا الفجر ويقيلوا كمان بعد الظهر، وكان الانسان على فطرته زي ما ربنا قال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. كان في دكتور اسمه توماس وير عمل تجربه على مجموعه من الاشخاص وفصل عنهم الاضاءه الصناعيه، وكان ملحوظ جدا ان نومهم اتحسن ورجعوا لنومهم الطبيعي. من 50 سنه بداوا يصنفوا الارق انه مرض مستقل، قبل كده ما كانوش عارفين ايه ده بالظبط ولا ايه الدواء بتاعه، واللي سموه بعد كده انسومنيا، والسبب فيه خلل في هرمون الميلاتونين، واللي ليه علاجات كتير جدا. لو عايزين نتكلم عنها الفيديو الجاي ممكن نتكلم عنها. طب ازاي الموضوع بيأثر على اقتصاد دول؟ ما انت يا باشا اما ما تنامليش طول الليل وتيجي الصبح مقريف، فبالتالي انتاجيتك هتقل بشكل طبيعي. ما هو لو كان الموضوع على قدك انت بس كنا قلنا ماشي، بس في ملايين كتير بيعانوا من نفس المشكله. طب الحل ايه؟ الحل يا باشا انك تبعد عن التليفون والدوشه وتعمل لي فولو ولايك وتستنى الفيديو الجاي. سلام.